ما زلنا بنستكمل رحلتنا في السنة المصرية القديمة، ومن شهر إلى شهر ومن فصل إلى فصل. أجدادنا في مصر القديمة اتكلموا معانا على فصول السنة، وقالوا لنا إن هناك دائما مع بداية السنة فيض إلهي من النعم، وفيض إلهي من الطاقة، وفيض إلهي من الفرتيليتي والوفرة. الإنسان وكل ما هو موجود في الكون بيعيش 4 شهور في السنة في فيض من النعم الإلهية وغمر من النعم الإلهية، هي فصول الآخت. واتكلمنا على فصول الآخت وقلنا إن هي بتتكون من 4 شهور. الشهر الأول هو شهر توت، شهر الحكمة وشهر العلم، واللي بيمتد من يوليو إلى أغسطس. والشهر الثاني هو شهر بابا، وهو شهر الطاقة الإلهية الداخلية، وشهر تجديد الطاقة الداخلية الانر انرجي، واللي بيتعمل فيه طقوس عيد الأوبت واتكلمنا عنه في الشهر بتاعه. والشهر الثالث وهو شهر التراحم وشهر المودة وشهر العناية الإلهية، شهر حتحور، واللي فيه عيد البهجة وعيد السعادة والماعد وكتير جدا من الحاجات الجميلة اللي هو بيمتد من سبتمبر وأكتوبر. طبعا الشهر ده بقى هو الشهر اللي احنا بنتكلم عنه، واللي احنا بصدده، وهو الشهر الثالث من فصل الفيض الإلهي. وهيبقى بقينا في شهر من بعده وهو آخر فصول الفيض الإلهي والغمر الإلهي والنعم الإلهية العظيمة، وهو شهر كاحر كا أو شهر كياك، وده إن شاء الله اللي هو الشهر القادم. فطبعا نعم ربنا ما بتخلصش، ولكن جزء من الغمر الإلهي. بعد كده بيجي المرحلة الثانية من السنة وهو الفصل الثاني من السنة، وهو البرت، شهور النمو والازدهار. الإنسان بعد هذا الغمر من الفيض الإلهية، الإنسان الواعي الحورس هو الإنسان الشاطر اللي يقدر يستغل الشهور ال4 من الغمر الإلهي بالنعم الإلهية، يتعلم فيها ويكتسب فيها العلم والمعرفة، ويتأمل ويتفكر ويتدبر فيها، فيكتسب الحكمة ويشعر بنعمة الإله ورحمة الإله ويتواصل مع الأجداد. فهنا يقدر في هذه الحالة يستفيد بالفرصة الثانية وبالجزء الثاني من السنة، وهو شهر البرد، شهر النمو والازدهار. الإنسان بيبدأ يزدهر، بيبدأ يتفتح عقله، بيبدأ أفكاره تبقى جميلة، وطموحاته تبقى أعلى، وعقليته تبقى منورة. فإحنا بندخل في المرحلة الثانية من العطايا الإلهية في السنة، وهي شهور البرد، النمو والازدهار، شهر طوبة وشهر أمشير وشهر برمهات وبرمودا. بعدين ثمرة هذا الجهد، ثمرة هذا النمو والازدهار، ثمرة الفيض الإلهي بيحصدها الإنسان في نهاية هذا العام، وهو فصل الشمو، الحصاد وثمرة الجهد. وبيستمر 4 من الشهور فيهم بيلتمس فيها الإنسان نجاحات عظيمة جميلة، شهر بشمس وبقونة وأبيب ومسرة. خلونا نرجع للشهر اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، وهو الشهر الثالث من فيض النعم الإلهية، شهر حتحور أو هاتور زي ما التسمية الحديثة أو في الجزء القبطي، المرحلة القبطية بنسميه حتحور أو حوت حر. حوت حر اللي متسمي على اسمها الشهر هي رحمة الإله وعنايته، شهر التراحم، شهر المحبة، شهر استشعار المعية الإلهية، شهر حتحور. اسمها أو هذه الصفة الإلهية حتحور
عبارة عن، أو المعنى بتاعها، حوت معناها بيت أو مأوى، وحور معناها الإنسان المستنير، المأوى والحماية بتاع كل إنسان مستنير. دايما بنسأل نفسنا سؤال حلو قوي: إزاي أشعر بالاستحقاق؟ ومن هو الإنسان اللي يشعر بالاستحقاق ويشعر بالمعية الإلهية؟ أكيد الإنسان الواعي، الإنسان المتعلم، الإنسان المثقف، الإنسان المتأمل، هو ده الإنسان اللي بيشعر بالمعية الإلهية وبيشعر بالاستحقاق الإلهي. هو ده اللي بيشعر بمعنى كلمة حتحور، بمعنى عناية الإله ورعايته بالإنسان. هو ده الإنسان اللي بيشعر بهذا الشعور. الإنسان لو هو ما عندوش هذه المشاعر، ما عندوش العلم، وما عندوش الحكمة، وما عندوش وما عندوش التأمل والتدبر، فالإنسان ده بيكون عنده قصور في الشعور بالمعية الإلهية. بيشعر دايما إن هو بعيد عن ربنا، وإن ربنا مش بيحميه، وإن ربنا مش بيقويه، وإن ربنا مش بكذا. ليه؟ لأنه إنسان غير متدبر، غير متأمل. فإذا شعور الإنسان بالحياة الحتحورية، برعاية الإله ليه، بعناية الإله ليه، لابد أن تكون يتبعها معاها إن الإنسان ده يكون متأمل في الحياة بتاعته. فهنا لما يتأمل هيشعر بقد إيه ربنا بيرعاه، وربنا بيحميه، وربنا عينه عليه، وإن ربنا عينه حارسة، وهكذا. فهنا هتحور ومعنى جمال الاستحقاق الإلهي والشعور بالاستحقاق الإلهي. الإنسان اللي عايز يشعر بهذا الاستحقاق لابد أن يكون إنسان متأمل في الحياة بتاعته. هتحور شهر مليان بالعطاء، ومليان بالمحبة، ومليان بالتراحم. وهنا نقف عند هتحور مرة تانية. إمتى الإنسان يشعر بمحبة الإله ورعايته؟ وإزاي الإنسان يفعل هذه الصفة الإلهية بداخله؟ هتحور وشهر هطور هو بشكل عام كأنه فرصة للتراحم والعطاء والمحبة، فرصة إن الإنسان يفعل هذه الصفة الإلهية بداخله، إن هو يقضي كده شهر من حياته بيود ويوصل كل الناس على اختلاف علاقاتهم، سواء الأهل والأصدقاء والجيران والأصحاب، ويبدأ إن هو يفعل صفة الود والمحبة والترحم مرة تانية مع كل هؤلاء الناس. في فترة دايما مشاغل الحياة والناس وكل واحد مشغول في حاجات كتير جدا، ولكن فترة وفرصة كويسة جدا إن أنت تود وترجع الصلة والتراحم مع الناس مرة تانية. شهر فرصة للإنسان فيه إن هو يبدأ يكون معطاء في هذا الشهر، معطاء بكل أشكال العطايا أو الهدايا أو التبرع أو زي ما بنسميها بأي مصطلح، العطاء على المستوى العلمي، إن أنا أخدم الناس وأنشر علم، العطاء على المستوى المادي وساعد الناس الغير مقتدرة والفقراء والناس المصابين بحاجات وعندهم مشاكل في الحياة بتاعتهم أو مصابين بحاجات. عطاء ومحبة وتراحم وود وسلام بكل الأشكال. فأنت عندك شهر عظيم جميل. لو بصينا على هذا الشهر هنلاقي في مثله كده برضو في الثقافات والمدارس العقائدية والفلسفية التانية. دايما في شهور كده في السنة معينة يقول لك إيه: في شهر رجب ترفع الأعمال إلى الله، وكم أحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم. إشمعنى شهر رجب؟ وعندك شعبان، وعندك شهر كذا، وأيام معينة من ذو الحجة. وعندك لو رحنا للعقيدة المسيحية هنلاقي في أيام معينة برضو وشهور في السنة محددة
بأن الإنسان يكثر فيها من العطاء والمحبة والتراحم والود و فإذا هو شهر جميل بدأ معانا من يوم 27 سبتمبر ومستمر معانا حتى نهاية شهر أكتوبر، 26 أكتوبر. شهر عايزين نفعل فيه صفة الحتحور، زي ما الإله بيرعانا وبيحمينا ويده الخفية بتعانقنا بتحتضننا، فاحنا كمان عايزين نكون يد الله الخفية اللي بتتبرع وبتعطي وبتنشر السلام وبتنشر المحبة. عايزين نوصل الصلة والعلاقات مرة أخرى مع الآخرين. فزي ما الإله صفته بحتحور بيرعانا، فاحنا كمان عايزين نفعل هذه الصفة بداخلنا. حتحور شهر مليان أعياد جميلة جدا، والأعياد بتاعته متعلقة بتأثير تفعيل الطاقة دي جوه الإنسان، إن أنت توقظ الطاقة الحتحورية اللي ربنا حطها جواك في سلوكياتك وأفعالك على مدار هذا الشهر، فبيبقى لها تأثير جميل جدا. إيه التأثير ده؟ يوم واحد حتحور أول يوم في السنة، لما في الشهر، سوري، لما الإنسان بيبدأ يفعل صفة الإله بداخله، إيه اللي بيحصل لهذا الإنسان؟ بمنتهى البساطة الإنسان بيبدأ يشعر بداخله بنوع من البهجة، السعادة، الفرح، إنك بتدخل السعادة والفرح والبهجة على قلوب الناس، على قلوب الناس الواقعين تحت ديون، عندهم مصائب معينة، عندهم مشاكل ما، عندهم، فأنت بتدخل هذه البهجة والسرور على الناس دول، فأنت كمان بتشعر بداخلك بحالة من البهجة والسعادة والفرح. عشان كده كانوا بيسموها في مصر القديمة وبس دي لها علاقة بالقطة، والقطة هي أحد الرموز بتاعة البهجة والفرحة والسعادة في مصر القديمة. فهنا بيقول لك كلما نشرت البهجة والسعادة والفرح والابتسام على قلوب وشفاه الآخرين، كلما أنت استشعرت البهجة والسعادة والفرح الإلهي بداخلك جواك. فأنت عندك شهر جميل أهو، اعمل فيه خير وانشر فيه البهجة وانشر فيه السعادة وانشر فيه العطاء والمحبة للآخرين. عندنا في شهر حتحور كمان شهر بيعلمنا إزاي أو التأثير لما الإنسان بيعيش وبيفعل هذه الطاقة الحتحورية جواه. بيكون عندنا يوم 9 حتحور حاجة جميلة جدا، وده يبقى موافق يعتبر يوم الخميس الجاي، يوم 9 حتحور، عيد اسمه عيد آمون حامي الضعفاء. آمون حامي الضعفاء، لما الإنسان يبدأ مع بداية الشهر كل يوم بينشر السعادة والبهجة، كل يوم بيود وبيوصل حد من اللي علاقته بيهم انتهت الفترة اللي فاتت، كل يوم عنده عطاء مختلف، فبيوصل في اليوم التاسع من الشهر إنه بيحصل جواه حاجة جميلة جدا، بتنور جواه طاقة خفية. عشان كده سموها عيد آمون، الطاقة الخفية بتبدأ إن هي تشتغل، والطاقة الخفية دي بتبدأ إن هي تكون بروتكشن ليك ضد كل الفيرز اللي موجودة ليك في هذا العالم. لو أنت خايف من كذا وقلقان من كذا وبتفكر في كذا ومتوتر من كذا ومن كذا، مع استمرارك للعطاء والمحبة ونشر السلام والبهجة من أول الشهر لحد يوم 9 حتحور اللي هو يوم الخميس الجاي، هتبص تلاقي إن جواك طاقة إلهية. عشان كده سماها آمون، لأنها طاقة خفية من داخلك تم إيقاظها. هذه الطاقة بدأت إنها تبث بداخلك الطمأنينة وتزيل كل المخاوف اللي موجودة في حياتك وذهنك عمال يفكر فيها. فاليوم التاسع ده
هو يوم الطاقة الخفية اللي بتحمي وبتسبورت الجوانب الضعيفة في حياتك أو اللي فيها قلق ومخاوف في الحياة عندك. يوم 23 مع استمرارك للعطاء والمحبة ونشر البهجة والسعادة، 23 هتحور في الشهر، هتلاقي يوم 23 ده اللي هو موافق 19 في الشهر، يوم ماعت، هتلاقي إحساس بالبالانس، هتلاقي إحساس بالتوازن، إحساس بالمحبة، إحساس بالعدل، إحساس بالصدق في المشاعر. هتبدأ مشاعر جميلة جدا تتولد بداخلك، هتحس إن أنت إنسان أصبحت مور ستيبل، عندك بالانس أكتر، عندك حب لنشر الحق والعدل والصدق أكتر. هتحس بمشاعرك قد إيه صادقة خارجة من جواك، وهتحس بصدق مشاعر الآخرين اللي بيبادلوك هذه المشاعر. ومع استمرارك لهذا النهج الجميل جدا من العطاء ومن المحبة ومن نشر السعادة على قلوب الناس، بتوصل في نهاية الشهر يوم 30 هتحور، يوم العناق، يوم الأحضان، اليوم اللي تفتح فيه دراعاتك كده لكل الناس، اليوم اللي فيه تنشر المحبة مع الناس، اليوم اللي تعانق فيه الآخرين وتشعر بطاقتهم ومحبتهم مع الآخرين. فكأنك في أول الشهر دخل على قلبك البهجة والسرور زي ما بتدخلها على قلوب الناس. وبعد العشر أيام الأولانيين من الشهر، إيقاظ للطاقة الداخلية اللي جواك اللي دعمت كل المخاوف بتاعتك وأزالت كل الهموم بتاعتك. ومع العشرة اللي من بعدهم يوم الحق والعدل ويوم التوازن ويوم الاستابيليتي ويوم الاستقرار. وفي نهاية الشهر تشعر بإن الكون بحاله بيحتضنك، الكون بحاله بيحميك، الكون بحاله ساهر بعينيه بيسبورت كل الأماني بتاعتك. حاجة جميلة جدا في منتهى الجمال. فهو من أجمل الشهور اللي موجودة في السنة، عشان كده اتسمى في الفترات المتأخرة من التاريخ المصري باسم حوت حر، شهر الرحمة والعطاء والبهجة والسلام. شهر فيه تكون أنت بتيقظ الطاقة الإلهية زي ما أنت بتستشعر، أو لو عايز تستشعر المعية الإلهية والاستحقاق الإلهي لنفسك، إنك في معية الإله وتحت عينه الحارسة، يد الإله الخفية بتدعمك في حياتك. فأنت كمان لازم تكون هذا الشخص في سلوكياته وفي أحواله في هذا الشهر على الأرض. فبتلاقي الدعم الإلهي من الجانب الآخر، بدايته بهجة وسعادة وفرح، بعدين دعم المخاوف وإزالة لكل المشاعر السلبية، بعدين استابيليتي أكتر وبالانس أكتر وتوازن أكتر واستحقاق أكتر. وفي نهايته بتستشعر المعية الإلهية وأحضان الإله ودراعات الإله اللي بتدعمك. من هنا هتحور، ومن هنا إيزيس، ومن هنا موت. أحدهما بترعاك، والتانية بتدي لك جايدنس، والتالتة بتسهل لك العقبات اللي ممكن تبقى واقفة قدامك. هتحور تحميك عناية الإله، وإيزيس تدعمك وتدي لك البوش قدام وتدي لك القوة والباشون والشغف والقوة على التحدي. وموت هي يد الإله التي تزيل العقبات من طريقك في عقبات الحياة وبتدعمك وبتسهل لك كل الأمور. فهو من أجمل الشهور على الإطلاق في مصر القديمة، وفرصة كويسة جدا للجميع إن هو يشتغل على الجانب بتاع انشر التراحم وانشر الحياة على الأرض علشان تشعر بالاستحقاق الإلهي. شهر الرحمة والعناية الإلهية، شهر السبورت الإلهي،
شهر يد الإله الخفية التي تزيل العوائق أمامك، فهي فرصة حلوة نغتنمها كلنا، هتبقى حاجة جميلة جدا جدا. ده عرض كده عام عن فكرة الشهر وطاقة الشهر والأعياد أو الأيام بتاعة الشهر اللي الإنسان بيشعر فيها، بس الإنسان اللي بيفهم الكونسبت وبيقرر إن هو يشتغل على نفسه، فبيوقظ طاقة الإله الكامنة بداخله تجاه الناس وتجاه الكون والبيئة من حواليه، فبالتالي هو كمان بيستشعر استحقاق الإله ليه، لأنه هو إنسان enlightenment وإنسان بيتعلم وإنسان بيؤثر في الآخرين بشكل إيجابي وكويس. أفتح لحضراتكم باب الأسئلة والاستفسارات. جميلة جدا كمان الرسالة اللي وصلت من الأستاذة جيهان، زي اللي بنعمله في رمضان، ونعمل في الشهر ده زي ما بنعمل في رمضان، إن إحنا ممكن نشوف الناس اللي عندهم مشاكل، عندهم أي حاجة، ممكن إزاي نقدر إن إحنا نساعدهم، فدي حاجة لذيذة جدا يعني، نشكرك عليها. أي أسئلة؟ شهر جميل وحلو لذيذ كله كده طاقة أمومية. عندي سؤال يا علي. اتفضلي. ازيك الأول؟ أهلا بيكي. أنا سعيدة جدا بخصوص الرحلة، ما عندكش فكرة. ف I can't wait، إن شاء الله تبقى موفقة بإذن الله. إن شاء الله. بالنسبة معلش، هو related للتقويم بس مش related قوي للمحاضرة. مم. احنا دلوقتي خلصنا الفول مون، والمون بدأ ينزل، مم. بدأ يصغر تاني. مم. احنا بنحط الانتنشنز لما المون يكون اسود وبيبتدي يكبر، صح؟ يتولد طب دلوقتي وهو بينكمش بنعمل ايه؟ بصي، الجزء الخاص بالنص التاني من الشهر دايما بيبقى حصاد نتيجة، اللي هو انت حطيتي مع ميلاد الشهر الانتنشن بتاعك، وبدأتي مع الجروينج وان القمر بيكبر وبيكتمل، حطيتي الخطة وبدأتي تعملي التجارب بتاعتك علشان توصلي مع الفول مون إلى أعلى درجة ممكنة من اكتمال الفكرة أو الوصول إلى البداية بتاعت الفكرة بتاعتك أو النية بتاعتك. النص التاني من الشهر هو الجزء بتاع حصاد النتيجة، اللي هو بقى إظهار مثلا الأجزاء، بتظهر الأجزاء اللي محتاجة تعديل، البدائل بتاع الخطط، whatever أنت حاطة إيه أيديا ليكي، فبتظهر في النص التاني الجزئيات اللي محتاجة تستبدل ومعاها النتائج بتاع هذا الجهد. فدايما النص التاني بتاع الشهر بيكون حصاد النتيجة. شكرا يا علي. أوكي، أي أسئلة أخرى؟ اتفضلي أستاذة مي. ممكن تكتبي السؤال في الشات أو بالمايك لو حابة تشيلي الميوت. ايوه، انا اسفه، انا اتكلمت من غير ما افتح المايك، اتفضلي. سوري. مساء الخير عليكم جميعا. مساء النور. انا الله يخليك. السؤال بتاعي بس حاجه للتاكيد، هل لما بتقول يوم 19 يوم معت، هو يوم 19 كاياك طبعا، مش اه 19 اكتوبر، صح؟ 19 كياك، ولو لما نبص للكالندر هتلاقي الموافق ليه في اكتوبر ايه، يعني عندنا هنا هيبقى موافق اه، في اكتوبر يوم 15. ايوه، اوكي، تمام. تمام، يوم تمام، 9 كياك، 9 حتحور، موافق يوم 5. 23 هطور اللي هو يوم الحق والماعد، يوم 23 موافق 19 في الشهر. يوم 30 يوم الأحضان والعناق والاستحقاق الإلهي موافق 26 أكتوبر. فأنت هتلاقي الكالندر اللي أنا باعتها على الجروب قبل كده فيها الشهر ايوه، والموافق ليه بالميلادي. تمام، تمام. ويوم معت، مم. هل بيبقى فيه يعني احتفالات معينه؟
كانوا بيعملوها القدماء المصريين هي او اكتر من ان اه هي احتفالات، هي السلوكيات. يعني دايما اه كان بيتبع سلوك ما في اليوم. تمام. يعني مثلا لكن هو الماعد ده اذا بيكون يوم كله في مصادقة الناس، فيه في الاعتدال في كل شيء، وفي اللي هو كأن الإنسان بيعمل نيو بروميس، كأنه بيعمل وعد جديد لنفسه إن أنا هعيش بالإيه، بالماعد، إن هو يقرأ تعاليم الماعد ويتدبرها في هذا اليوم، زي ما هنعمل إن شاء الله في الشهر ده. نقعد كده ونقرأ تعاليم الماعد ونتأمل فيها، وإزاي هذه التعاليم نقدر نقوم بيها سلوكياتنا وبعض الأفعال اللي قد نكون بنعملها ومش عارفين إنها بتؤذي الآخرين. زي مثلا من تعاليم الماعد: أنا لم أرهب أحدا. ولم أرهب أحدا دي إحنا بنعملها من غير ما نشعر كتير، إن إحنا بس نعمل شير لبوست ممكن يقلق الآخرين في حاجة، يخوف شخص من المستقبل، يخلي حد أصبح متضايق ومخضوض، مش عارف إيه، حاجات كتير جدا. فهي أكتر منها هي شعائر، هي سلوكيات الإنسان بيعملها في اليوم. فهم بيحيوا يوم الماعد بتعاليم الماعد ونشرها وتدارسها كده والتأمل فيها في مجموعات من الناس. تمام. ده كويس جدا. طب اكيد ده بيسري على الايام، يعني يوم حتحور، يوم أكيد امون، نفس الشيء. تمام. وهل يعني هل في تكست بيجمع هذه الافكار، مش التعاليم